مساء الخير. اليوم ان شاء الله بدنا نتعلم مع بعض طريقة تحضير الوربات بعجينة الفيلو او عجينة الجلاش بطريقة كتير سهلة ومبسطة ورائعة. ان شاء الله تحبوا طريقته وتستفيدوا منه. في حال وجود اي استفسار اتركوا لي اياه بخانة التعليقات، واذا كنتوا زوار جدد ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب وضغطة صغيرة على الجرس حتى يصلكم اشعار اخطار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوا رجاء بليز اول ما تفتحوا الفيديو وتشوفوه ضغطوا على زر الاعجاب وشاركوا الفيديو مع اصحابكم حتى تعمل الفائدة للجميع. ويلا نشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. اول شيء بيلزمنا عجينة الجلاش. طبعا مفروض نحطها على فوطة مطبخ نظيفة فل مرطبة بالماء حتى ما تتكسر معانا، لان هي عجينة كتير حساسة. تاني شي عندك كوب فستق حلبة. طبعا الكمية انتو اختياري، بس انا عم اقولكم الكمية اللي انا حطيتها. انا قسمت كل حبة لنصفين. عندي قشطة، هي الطريقة الاولى لإلي بالقناة. للي ما بيعرفها رح اترك لكم اللينك باسفل الفيديو بصندوق الوصف، لانه القشطة كتير رائعة وبتشهي. الطريقة الاولى ما بتصلح للبقلاوة ولا الشعيبيات وما شابه. سمني عندي 3 أكواب سمني، بس لا تقلقوا، بس احمر الوش مع القفا للعجينة. منصفي الكمية الزائدة من السمنة. وعندي القطر لازم يكون محضر مسبقا، بس بحرارة المكان، ما لازم يكون بارد نطلعه من البراد، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. واخر شيء دولاب اما مشرط حتى ما تتغلبوا، لانه السكين سيئة جدا، يعني عن تجربة السكين بتخرب لكم شغلكم، فهذا الدولاب احسن. هي العجينة طبعا فردناها. طبعا كل ماركة معينة من هالعجينة بتجي بعرض معين. المهم المبدأ انه نمشي عليه. هلا انا طبعا بدي اعملهم مربعات، فشوفوا كيف اللي قلت لكم عليه. شوفوا الدولاب شو بيعمل، شايفين؟ حتى حركة ايدكم بتضل ثابتة، يعني ما بيلبككم ابدا. وبيقطع لنا بسهولة اكبر، بينما السكين كتير بتغلبنا. مربعات معناتها رح نشيل نحن هذا القسم او بنخليه عادي ما في مشكلة. بنقطع بهالشكل هذا حسب العرض اللي نحن بدنا اياه. بس الوربات صراحة كل ما كبر حجمها بتصير شكلها ما جميل، فحلو انه تكون وسط او صغيرة. نقطع بهالشكل هذا. اذا تخزقت وحده معاكم وانتم عم تشيلوا ترفعوا المربع عادي ما في مشكله. هاي العجينه كتير حساسه. هدول ما بنروحهم طبعا، بنقطعهم رح يكونوا اصغر من الباقي، بس عادي يعني ما في اي مشكله. طبعا اقل شيء الرقائق مفروض يكونوا اقل شيء من 5 ل 6 ورقات حتى نقدر ناخذ طعمه طيبه للوربات. انا هون عندي تقريبا 9 ورقات تحت بعض. ناخدها بهالطريقة هاي. طبعا الصينية مجهزة رح فرجيكم اياها. طبعا الصينية ما في داعي انه ندهنها، لانه هلا رح مثل ما قلنا رح نغرقها بالسمنة. ناخد المربع بهالطريقة ونجيب الزاوية على الزاوية اللي بتقابلها تماما، بنرتبها مزبوط بهالشكل هاد، وعلى صينية الفرن. يفضل انه تكون الصينية بحفة قصيرة افضل لنا. شايفين بهالشكل هاد؟ ناخدها على الزاوية المقابلة ومنرتب شكلها، لان بيطلع شكلها احلى بعد الخبز. خليه يكون شكلها مرتب بهالشكل هاد، ومنرصها بالصينية.
وهلا بنسقيهم بالسمن. انا ما عملت شيء، بس فرجيتكم انه رتبنا الاوراق بالصينيه تبعت الفرن. هلا بنحط سمنه، لازم نحط كميه وفيره جدا على كل حبه. وهي السمنه عادي لا تقلقوا، قلنا انه بنصفيها. شايفين السمنه غمرت كل حبه. بس طبعا بس استووا راح نصفيهم. هلا في الى الفرن محمى مسبقا على درجه متوسطه، العالي بتحرقهم طبعا، بس من الاسفل فقط. نسيت خبركم على شغله اللي هي حشوه الفستق الحلبي. ملعقه صغيره ماء ورد وماء زهر مع بعض. بدكم تحطوا ماء ورد لحاله حطوا، بدكم ماء زهر مع بعض او ماء ورد. بنحط قطر طبعا، هي ملعقه كبيره طبعا، وهي وحده ثانيه. نخلطهم مع بعض. وهي الوربات طبعا بعد ما اخذوا لون ذهبي، طبعا ما كثير لانه بصير بصراحه شكلهم ما حلو، بعدين نقلتهم لفوق ضلوا تقريبا 12 دقيقه بين فوق وتحت، يعني ما طولوا ابدا. هلا شايفين هاي السمنه كلها رح نتخلص منها. شوفوا كيف هاي كميه السمن كلها رح نفضيها. وهلا بنسقيهم بالقطر بحراره الغرفه طبعا، ما بارد من البراد، يعني دافئ. وهن كتير سخنين طبعا، انا بس صفيت منهم السمنه. وبنشرب كل وحده بالقطر، وكل حدا حسب شو بحب القطر بحط. بس لازم طبعا كل وحده تقريبا، الحجم الكبير ما بعتقد ياخد اكتر من هيك، ملعقه تقريبا ممتلئه. هاي نص وهاي نص ايضا لان نفس الحجم. وبنتركهم يبردوا، بس بردوا طبعا رح يفتحوا من المنتصف وبنقدر وقتها نحشيهم. طبعا الوربات بعد ما شربناهم بالقطر صفوهم من القطر لان فيهم كميه كبيره من القطر، فحتى ما يضل فيهم قطر كميه كبيره، يعني غير مستحبه. شوفوا كيف تفتح لحالها. نقدر نحشيها قشطه او فستق حلبي. رح احط فيها فستق حلبي، رح نعمل وحده فستق حلبي ووحده بقشطه. بنظبطهم مظبوط حتى ما ينزلوا من القطعه. شوفوا ما احلاها. وهي وحده كمان رح نحط لها القشطه. هاي القشطه رائعه. فينا كمان نستعين بجيب حلواني، بس القشطه اللي عندي ما شاء الله سميكه كتير ف ما بتمشي معنا، بس انتو حسب القشطه اللي بدكم تستخدموها فينا نحط. وهي الوربات بالقشطه والفستق الحلبي من اروع ما يكون. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو التعليمي لحتى يستفيد منه كل اصحابكم. ما تنسوا تشاركوه عبر الواتساب اما فيسبوك، شاركوه مع اصحابكم. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو بليز اول ما تفتحوا الفيديو وتتابعوا، تعملوا اعجاب للفيديو. واذا كنتوا زوار جدد ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب، وزوروني عبر السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام تويتر. في حال وجود اي استفسار اتركوا لي اياه بخانه الكومنت وانا بجاوب عليه باذن الله. شكرا لكم وانتظروني بفيديو جديد بحول الله.